حياكم الله. اليوم إيران هددت بشكل رسمي وعلني. صار يومين اكو اخبار عن نية ترامب ارسال جنود الى جزيرة خرج، السيطرة على جزيرة خرج، هذه الجزيرة اللي ينطلق من عندها ما لا يقل عن 90% من النفط الايراني ويصدر الى دول العالم. اليوم ايران اعلنتها بشكل رسمي، قالت اذا فكرت امريكا بالوصول الى جزيرة خرج او مهاجمتها لا راح تبقى منطقة باب المندب بامان، ولا راح تبقى منطقة البحر الأحمر بأمان. وقالت أساسا هذه الخيارات موجودة كخيارات ثابتة لدى المقاومة الإيرانية. قالت خليج عدن، خليج عمان، البحر الأحمر، كلها ما راح تكون بأمان. بالتالي من الممكن السعودية تنظر بمصالحها، عمان تنظر بمصالحها، البحر الأحمر كله تنتهي أو تتوقف الملاحة به إذا ما فكرت الولايات المتحدة بمهاجمة جزيرة خرج الإيرانية.